تخيلي تسمعي راجلك كيقول في التليفون بقات غير شهرين وتسالي هاد التمثيليه. وهذا الشيء بالضبط اللي وقع لنورا اللي رجعت بكري مع الطبيب ويديها حطها على كرشها اللي ولات باينه في الشهر السابع. والبيبي كان كيتحرك نهار كله حركات خفيفه وبعض المرات كيضرب بالجهد بحال الا كان حاسس بشي حاجه جايه. بالمناسبة إلا كنتو أول مرة كتسمعوا ليا مرحبا بكم في قناة صوت نسائي، ولكن دابا ركزوا معايا حيت اللي جاي هو الصعيب. التعب ديال الحمل بدا كينقص بشوية بشوية، ولكن كان الألم آخر كيتسناها ورا الباب الصالون. سمعت هضرة راجلها كمال حيت الباب الصالون كان محلول غير شوية. ابتسمات وهي غادا تفاجئو، كانت باغا تقنعو يخرجوا يتغداو برات الدار ويبدلوا شويه ديال الجو. ولكن اول ما قربات سمعت كلام جمد ليها الدم في العروق. سمعته كيقول هو كيضحك ضحكه غريبه عمرها سمعتها فيه، كيقول غير ايام الحبيبه، غير شهرين وتسالي هاد التمثيليه. نورا ولا قلبها كيضرب بالسربه. هو يكمل هضرته ويقول كون تشوفيها كيفاش ولات بحال سداري بوكريشه غير شاده في ظهرها وكتشكى منه. الصراحه ولات كتعصبني بزاف. نورا تصدمات وحطات يديها على فمها فاش ما تخرج منه حتى كلمه. وهو تيكمل هضرته في التليفون وكيقول عارفه ليلى، عارف اول ما تولد وتولي بخير غادي نرفع دعوى الطلاق، وحتى المحامي ديالي راه طمني وقال لي بان هاد الزواج ما درناش فيه حتى اتفاقيه بيني وبينها، يعني ما غادي تاخذ غير الفتات وترجع تعيش في دار باها القديمه. اسم ليلى ضربها كالصاعقه وقالت هذه ماشي هي الكاتبه اللي عندنا في الشركه، هذه هي اللي كانت داخله وخارجه عليا، هذه هي اللي حطت يديها على كرشي نهار الحفله وتتكذب عليا وكتقول لي الله يكمل عليك بالخير بابتسامه كلها نفاق. وكمال كمل كلامه بصوت حنين، هاد الصوت اللي شحال هادي ما بقاش هي كتسمعو. كيفاش نبقى نبغيها وانا عندي انتي هي الطموح، انتي هي الاناقه والذكاء. وهي بصراحه ما بقيتش كنحس معاها بوالو، هي ولات غير مرا عاديه بالنسبه ليا وممله. والبيبي بدا كيتحرك بالزربه في كرشها وكيضرب بحال الا كان حاسس بماما وشنو واقع ليها. وكمال تيكمل هضرته في التليفون وكيقول واش انتي واجده السيمانه الجايه فاش نسافروا لاكادير، وقولي في الخدمه راكي عندك شي غرض مع عائلتك، كان وعدك غادي دوزي واحد الاسبوع واعر تماكي. ونورا راني قلت لها غادي نسافر فاش نوسع خدمتي وندير شراكه مع شركات كبار تما. يد نورا ولات كترعد وهي اللي كانت مسكينه خدامه كمحاسبه في اكبر بنك مغربي، واللي تنازلات على خدمتها وتخلات عليها غير باش تساندو ملي كان شريكته غير فكره. كان كيسحب ليها راسها راها شريكة حياته، ساعة مسكينة كيشوفها غير خدامة بلقب زوجة. وهي تسمع وتيقول حتى أنا كنبغيك، قالها بواحد النعومة اللي نساتها معاه. ويكمل كلامه غير صبري بقاو غير شهرين ونعيشوا مع بعضنا قبلت الناس، والفيلا الحبيبة راها واجدة. بصراحة خاصني غير مرا اللي تليق بالمكانة ديالي. مسكينة نورا رجعت بشوية فاش ما سمعاش وهي تدخل الحمام وسدت عليها الباب ورجليها ما بقاوش قادرين يهزوها. ولكن ما بكاتش، غير شافت فراسها في المراية وهي تشوف مرا ماشي ضعيفة، بالعكس شافت مرا قوية. وإلا وصلتي لهنا أكيد القصة عجبتك، دعميني باللايك والاشتراك باش يوصلك الجديد ديالي. ودابا الجزء اللي جاي هو اللي غادي يقلب القصة كاملة. في هذيك الليلة ما واجهتوش وما غوتاتش وما لامتش راسها، رجعت لبيتها حلات لورديناتور ديالها اللي شهور هادي ما استعملاتوش، دخلات البريد الالكتروني القديم ديالها وحلات الملفات والحسابات اللي كانت كديرها لشركته قبل ما تجلس في الدار.
ليلى ما كانش غير ربة منزل، لا، كانت العقل الشركة وعارفة حاجة خطيرة عليها. الشركة كانت عليها ديون كثيرة، وكمال كان مخبي هادشي وكان كيدير تحويلات مشبوهة باسم ليلى، وهي مازال مسجلة كشريكة قانونية بالعقود الأولى. وهي تبتسم ابتسامة صغيرة، ماشي ديال انكسار، لا، ديال التخطيط. دازو شهرين ونورا ولات كتبتسم قدامه، كتوجد ليه الفطور وكتسمعو هو كيخطط لحياته جديدة، وهو كيسحبلو راها في دار غفلون. حتى جا نهار الولادة، ولدت ولد زوين، وكمال دار فيها راجل مثالي قدام الناس. بدا يصور ويبتسم والدموع الكذابة طايحة من عينيه. ولكن بعد سيمانة وحدة توصل كمال باستدعاء قضائي. ماشي هو اللي رفع دعوى طلاق، هي اللي رفعتها. وماشي غير هكاك، زادت عليها دعوى خيانة زوجية مرفوقة بأدلة، زائد تحويلات مالية مشبوهة وتسجيلات، حيث نورا كانت كتمشي لمكتب الشركة وتتخرج التسجيلات اللي مسجلين فيها. والمفاجأة الكبيرة هي أن نورا حولت الأسهم ديالها لواحد الشركة مستثمرة منافسة، وكان كيقلب غير على الفرصة اللي يدخل السوق، والشركة هبطت قيمتها في نهار واحد. وليلى تصدمت ملي تجرات رجليها في التحقيق المالي، والفيلا اللي كان كيحلم بها حجزوا عليها بسبب الديون. وكمال جا عند نورا لدار باها القديمة كيدق الباب بعصبية. نورا خرجت ليه وهزة ولدها بكل هدوء، قالت ليه: كنتي باغي واجهة تليق بيك ياك؟ وانا اللي بنيت هاد الواجهة وانا اللي هديتها. وقبل ما تسد الباب زادت قالت ليه: تمثيلية سالات، ولكن الدور ديالي ما كانش الضحية. تسد الباب وكمال بقى برا، واول مرة كيحس شنو معنى الخسارة. والبيبي كان في حضن ماماه، كان ساكت ومرتاح بحال الا كان عارف ان امه عمرها ما كانت ضعيفة، ولكن كانت غير صابرة.